لقد توجه البكباشي جمال عبد الناصر إلى الدقهلية لأنه لا بد من تحرير مصر، لا بد من خروج قوات الاحتلال. هكذا قال جمال عبد الناصر، قالها في المنصورة وفي أجا وفي فارسفور وسنبلاوين. يا مسافر المنصورة استنى خدني معاك. أهلا بكم في المنصورة، المدينة اللي موجودة في شمال دلتا مصر، عاصمة محافظة الدقهلية. أجمل مدينة قرية مدينة المنصورة. هنزور مكان عدى علينا في كتب التاريخ، بس القصة الحقيقية حصلت هنا. هنا اتأثر ملك وانتهت قصة جيش كامل. تاريخ المنصورة مش بس في الأماكن، ده حتى في الأكل. كل حاجة في السندوتش من لهب ولهيب أيام الإنجليز. الطاية دي بقالها 200 سنة. نفسي دي. المنصورة تبقى المحافظة بتاعتي، ونادرا إن عملت فيديوهات عنها. النهاردة قررت أوريكم جمالها وتفاصيلها بطريقة مختلفة. يا عم خد تعالى خلاص، هو مش هيصورك، فاهم علي؟ عم علي انا مش هصورك. صوروا يا عم في ايه عشان نيجي مع بعض. عم علي انت ليه مكسوف من التصوير؟ لا ليه مكسوف من التصوير؟ لا صفحته حلوه بجد. نحن والله بلدنا تبقى كويسه، ومصر كويسه والمنصوره طبعا دي بلدنا اهم حاجه. ملقبه بزفت الورد. طبعا المنصوره دي بلدنا اجمل بلد والله. نتمنى تكون حاجه اعلى مستوى اللي بنتمناه. هنا اصلا شغالين ولا مقيم؟ انا لا مقيم اصلا هنا من المنصوره. يعني بقالك زمن هنا، بقالك كام سنه؟ كافة مير القديم والحاج حسام هنا. اصل المكان يعني من 20 سنه 30 40 سنه. لو انت خرجت بره المنصوره تحس ان انت مفتقد حاجه؟ بلدي. بلدنا يعني هو ده الطبيعي. حتى احنا لو بره خارج مصر في اي دول نشوف اي واحد مصري بلديات. تخيل بقى ما نشوف واحد من المنصوره هو يعني من العيله. اجمل مدينه على فكره. ايه؟ اجمل مدينه. اجمل مدينه قرية مدينة المنصورة. راجل حبيبي عم علي خجول. صح؟ راجل طيب جدا. يا ريت يكون لسه في ناس زيك يا عم علي، بجد والله. ومحترم وخد بالك ومفيش بعد كده بصراحه يعني. صاحبي. دول اصحاب اصلا؟ عشرة زمن؟ طبعا. ايوه طبعا. انا من البلد بشوفه على طول، ما احنا من نفس المكان. اجي داخل البنك اسلم عليه، اشوفه دايما. لو ما شفتوش اسال عليه طبعا اخ. يعني لسه الصحوبيه بتاعت زمان، الموده والمحبه. طبعا سننا طبعا موجوده. من سننا طبعا. يعني لو داخل البنك في اي يوم ما لقيتوش لازم اسال ابنه عليه. بيرن عليا ما بيجي هنا ما بيلاقينيش بيرن عليا. لازم تسال عليه يوميا. راجل من سننا، راجل محترم. ابو يوسف معروف يعني بادب وذوق في المنطقه من زمن من عشره يعني طول عمره هنا. يعني هو معاصر الناس هنا وعارف الناس هنا وعارف الاماكن كلها وعارف الناس ومين كان هنا ومين راح هنا. كان مين اللي كانت هنا يا حسام؟ دي كان اللي خدها بعد الانجليز الدكتور حلمي الفونس. ده كان جنسيته مصري. كان مصري؟ ايوه مصري. يعني موجود اصحابها؟ لا اصحابها مشوا، كانت تبع الخواجه ناس ثانيه ودخلت اثار الوقت. مع الوقت بيت دخل اثار. زمان المنصورة كان اسمها جزيرة الورد، لأنها كانت محاطة بمية النيل من كل الاتجاهات، وكان فيها أكبر حدائق في مصر. اتأسست سنة 1219، وبعد كده اتسمت المنصورة عشان حصل فيها أهم معركة ضد الصليبيين، ومن وقتها الاسم بقى رمز للنصر والقوة. أنا دلوقتي في طريقي لدار ابن لقمان، المكان التاريخي جدا واللي اتأثر فيه ملك فرنسا. الشارع اللي أنا فيه ده اسمه شارع العباسي، يعتبر فيه سوق وفيه جميع الخدمات اللي أنت ممكن تحتاجها. يعني هو يعتبر أكتر شارع زحمة في المنصورة. زي ما انتم شايفين هنا يعتبر كل حاجة. فخلينا نكمل. في شوارع متفرعة كده برضو، يعتبر القرى اللي حوالين المنصورة. أي حد بيعوز حاجة بيجي هنا شارع بورسعيد بيجيب منه يعتبر جميع الخدمات اللي هو عايزها. دار ابن لقمان المكان ده له قيمة تاريخية كبيرة جدا، لأن هنا اتسجن ملك فرنسا لويس التاسع سنة 1250 بعد هزيمته في معركة المنصورة أثناء الحملة الصليبية السابعة على مصر. دار ابن لقمان كانت ملك للقاضي فخر الدين إبراهيم ابن لقمان، وتحولت وقتها لمكان احتجاز ملك فرنسا نفسه. وده حدث نادر جدا في تاريخ الحروب الصليبية، إن ملك أوروبي يتقتل على أرض مصر. الطواشي صبيح هو الرجل الأسمر اللي رافق لويس التاسع داخل الدار ليكون خادم الملك،
قصته مش مجرد خدمة، ده كمان عن قربه من اللحظات اللي صنعت التاريخ. هنا اتأثر ملك وانتهت قصة جيش كامل. يعني أنا بتخيل في لحظة المكان سبحان الله كان في زمن من الزمان كان في حرب وكانت في حملة صليبية هنا وكان في فرنسيين وكان في مستعمرين يعني. طبعا مدينة المنصورة قاموا بالواجب. عمارة من 1938. تعالوا هوريكم المدخل بتاعها. لسه محتفظة بالبوابة بتاعتها. يا الله، حتى هنا مكتوب التاريخ بتاعها 1938. يعني مدخل العمارة لسه محتفظ على مكان أيام زمان. حتى هنا حتى البيبان، كل البيبان ده يا جماعة، يعني كل البيبان دي داخلة في 90 أو 100 سنة. تعالوا كده اوريكم حاجه. زمان النقاشات دي اللي على الازاز كانت معموله ليه؟ عشان لما الشمس تضرب في الازاز ده كانت الرسمه اللي هي على الازاز دي كانت ايه؟ بترسم على الارض، كانت بتعكس على الارض. فكل حاجه كان معموله بفن وهندسه، ما كانتش حاجه عشوائيه. حتى البيت اللي قدامنا ده، يعني البيت اللي زي ما انتم شايفين يا جماعه ان اغلب المنصوره محتفظه بالتاريخ ومحتفظه بالمباني بتاعت ايام زمان. فدي حاجه كويسه جدا جدا في المنصوره. هتمشي في كل شارع في المنصوره هتشوف قصه وهتشوف حكايه. كوبري طلخه، الكوبري اللي تحس ان هو شاهد على زمن تاريخي. طب عايزين نعرف ليه الكوبري ده اتعمل. الكوبري اتعمل عشان يربط المنصوره وطلخه ويوفر طريق امن وسريع بدل المراكب القديمه والانتظار الطويل. كوبري بيعدي عليه الالاف يوميا، اللي جاي من طلخه رايح المنصوره واللي جاي من المنصوره رايح طلخه. قعدوا حوالي 3 سنين يبنوا في الكوبري بين 1950 و 1953. في الوقت ده ناس كتير كانت شايفه ان المشروع ملوش لازمه، والوزير اللي وافق عليه اتحاكم بتهمه اهدار المال العام. الكوبري نفذته شركه المانيه، مهندسين عاشوا سنين قدام الموقع في كشاك خشب. النهارده الكوبري بقى شريان اساسي، محدش يقدر يتخيل المنصوره من غيره. عمي ابراهيم راجل المرور الشهير، لو حد اتفرج له على فيديوهات تعالى اوريكم شارع من اضيق الشوارع في العالم. يلا بينا. يا نهار ابيض، ده مش من اضيق الشوارع في العالم، ده اضيق شارع في العالم. يا نهار ابيض. بس انا عاوز اوريكم لسه عامل ازاي. مش معقول يا جماعه. ده اصغر ممر يعتبر في العالم كله، تمام؟ يعني الناس تقريبا كلها بتطلع بالجنب ده لطلبة علوم او قدام بوابة علوم في مدينة المنصورة. الطلاب لازم تعدي منه عشان تروح الجامعة؟ بالظبط كده، هو اقصر مسافة بيوفر عنهم وقت شوية سواء من اليمين او الشمال. ولفت نظري حاجه في المنصوره، ان في شوارع المنصوره في اشجار كتيره جدا. يعني ممكن مش كل مدينه فيها كميه الشجر دي. محكمه المختلط كانت بتفصل بين الاجانب والمصريين، كانوا بيقولوا انها كانت بتبقى في صف الاجانب اكتر. شارع المختلط اللي انا فيه كان قاعد فيه فرنسيين وايطاليين ويونانيين، يعني كان في جنسيات كتيره جدا. يعني عدى مئات السنين. يعني الشبابيك حتى منسوب الارض لما علي، الشبابيك حتى قربت من الارض. يعني زمان الشبابيك دي كانت اصلا عاليه، فاصلا شوفوا منسوب الارض من الشباك، يعني يعتبر الشباك واصل للارض. فعدى سنين وعدى زمن. واحد بيمشي كده وسبحان الله كان فيه زمن غير اللي احنا موجودين فيه، وكان عايش ناس. الفيلا اللي وراه دي من اشهر الفلل واقدم الفلل في المنصوره، فيلا غيث. فيلا عدى عليها زمن.
الفيلا دي من وانا صغير كنت بعدي عليها، كنت بسمع انها مسكونه، بس مش عارف هل الكلام ده حقيقي ولا اشاعات. فاللي يعرف تحت يكتب له في الكومنتات. طبعا صاحب الفيلا توفى وابنه مسك الفيلا بعدها وابنه توفى، وحاليا دلوقتي مش عارف هل الفيلا مهجوره ولا ساكن فيها حد. الفيلا دي زمان وانا صغير كنت بعدي عليها، كنت بحس انها لها قصه مجهوله كده، فحبيت ان انا اروح عندها واصور، لان سبحان الله كان محفور جوايا كده قصه زمان. فيلا لسه مكملين. كولي كملي، انا ماشي. طبعا دول اسامي المشاهير اللي طالعين من المنصوره. لفت نظري حاجه في شوارع المنصوره، ان اي عالم او فنان طالع منها المدينه دايما فاكراه. صورهم في شوارع المنصوره عشان يفضل اسمهم حاضر في ذاكره الناس. الشيخ محمد متولي الشعراوي، فاتن حمامه، ام كلثوم، محمود مختار، نحات، المهندس احمد حمدي. في المنصوره تحس ان انت المطاعم والكافيهات يعني متمسكه بالتواريخ شويه، والحاجات اللي كانت في المنصوره زمان والحمله الفرنسيه. فمش عارف تصاميم المطاعم هنا لها علاقه ولا لا. فهنا نطلع كده المطعم اللي فوق ده وهنشوف هل لي الديزاين، هل لي قصه باللي كان بيحصل في المنصوره زمان، ولا هو بيحبوا الحاجات المختلفه. فيلا بينا نطلع نشوف الدنيا بتقول ايه. انا جعان برضه، والله جعان جدا. بسم الله ما شاء الله. بص، هو المكان اولا كده صور الافلام القديمه، تحس ان المكان متمسك بالزمن الجميل شويه. قافلين الباب وتحس ان انت داخل بيت، فده حاجه كويسه جدا. السلام عليكم. كيف الحال طيب الغالي؟ بص، انا اول حاجه شدني الديزاين بتاع المطعم، فاكيد في قصه للمكان. مظبوط. المكان هو في الاول هو اسم المكان 5 باب، تمام. فالقصه بتاعته في البدايه مستوحاه من فيلم 5 باب. هو طبعا في البدايه برحب في المكان اللي يعتبر من الاماكن الاثريه اللي بتتميز بالتاريخ في الاول هنا في المنصوره. ده حقيقي. زي ما انت شايف التصميم وكل حاجه هنا مهتميه بالتفاصيل القديمه. اولا احنا المكان هنا اسمه 5 باب، قصته الاساسيه مستوحاه من فيلم 5 باب. ده فيلم موجود، كان البطل بتاعه كان الزعيم عادل امام. طبعا اللي احنا المكان بتاعنا مسمى على فيلم من افلامه. قصه المكان هنا بدايه من ايام الاحتلال الانجليزي المصري، والتصميم بتاع المكان هنا بيتميز ان هو كان من شبيه او مش شبيه، هو بالفعل يكون نسخه من بيوت الانجليز زمان ايام ما كانوا في مصر. طبعا لو بصينا هنا هنلاقي ان الصوره ديت من الحاجات المميزه جوه المكان دلوقتي لحد دلوقتي. نفس المفارش اللي كانت موجوده على الصور ديت، اللي موجوده في قلب الصور على الترابيزات ديت ايام الانجليز، لحد النهارده موجوده هنا في المنصوره، موجوده عندنا وما زلنا لحد دلوقتي بنتميز اللي احنا بنطبق التراث الانجليزي، بالرغم اللي احنا انتصرنا عليهم في كل المعارك وقدرنا اللي احنا نرجع بلدنا تاني لينا. الطاقية دي بقالها 200 سنة. نفس دي. طب بصراحة أنا عجبني أوي الطاقية دي، شدتني أول ما شفتها. الطاقية ديت أولاً بتدل على الهيبة. كان دايماً اللي بيلبس الطاقية دوت بيبقى حد معروف في وسط الناس، تاجر، موظف، حاجة زي كده. كان حتى اللي كان بيلبسها كان يلبسها كده. فكانت دايماً أنا محتاج عصاية وأنا باشا. هو أنت فعلاً باشا. النهارده في 2025 يعني من 200 سنه لحد النهارده او 150 سنه لحد النهارده ما زالت الطاقيه دي موجوده في 5 باب في المنصوره، عشان تدل على وجود الزمن والتاريخ الزمني للمنصوره على مر العصور لسه ما اتغيرش لحد النهارده. احنا يا جماعه احنا في حقبه زمنيه مختلفه دلوقتي. يعني بص كده احنا لبسنا على ذوق المكان. لا حرفيا احنا دلوقتي في زمن غير الزمن، يعني مع ديزاين المكان والتصميم والطواقي اللي احنا لابسينها دي احنا رجعنا لزمن غير الزمن. الله اكبر. يلا بينا. انا هقول لك على حاجه، انا ميت من الجوع. يعني دي يعتبر اول وجبه ليا النهارده. سندوتش قنبله بجد يا سيدي، هيعجبك يا سيدي. يلا بينا. اسمها تشيكن دلهاب، برضه مسمى اثري على اسم مسلسل تاريخي برضه. تشيكن دلهاب كان في مسلسل اسمه كفر دلهاب. سندوتش فيه خس، صوص ديناميت، واخد كمان خيار مخلل، واخد قطعه فيليه تشيكن جامده جدا، واخد تركي مدخن.
قوي جدا جدا جدا. رهيب يا جماعه، رهيب. نورتنا وشرف لينا والله انك كنت عندنا النهارده، وان شاء الله مش اخر مره، ودايما منورنا باذن الله. حبيبي يا استاذ محمود. العنوان ايه بقى؟ هنا في المنصوره. هنا في المنصوره على المشايه السفليه مقابل نادي الحوار، مطعم 5 باب. مكانكم دايما الاول والاخير، استناكم كلكم تنوروا. تمام. لقيت طبعا تبع هيك الرحال ليه اوفر خاص. فهنا يا جماعه المكان من اقوى التجارب اللي انا جربتها، يعني دي حقيقه. وهنا في المكان راحه نفسيه مش طبيعيه. حبيبي استاذ محمود، شرفت بيك يا غالي. حبيبي، ان شاء الله اشوفك على خير. منورنا دايما، وان شاء الله تبقى عندنا باستمرار باذن الله. ان شاء الله في رعايه الله. حبيبي ربنا يعزك. الليالي تداولي، خلي المطر يغسل جروحك ونضيفها. خليني داراراريرا تاراراريرا تاراراريرا هو هو هو. خليني فوت أسف الليالي ودورتها، بكون زول المفيد لي ولو. الصراحه يا جماعه الراجل ده، انت سوداني اصلا؟ سوداني. انت اسمك ايه اصلا؟ اسمي مصطفى. مصطفى؟ بقالك قد ايه هنا في مصر؟ الله 5 شهور كده. 5 شهور؟ 5 شهور بس. يعني انت اول مره كنت تنزل مصر؟ أول مرة. والله. بس انت بشوش، روحك حلو. أديك العافية. بجد؟ طب بتحلم بيه يا مصطفى؟ بتحلم بيه؟ والله بس يا اخويا مش بحلم بحاجة كتير، بس ربنا يهدي الصحة والعافية لأمي بس، مش عاوز حاجة غير كده. لا بس أمي يعطيها الصحة والعافية بس، أكتر من كده مش عاوز. والله وأنا والله مشتاق كتير أوي، لما يقعد كده على الرصيف بتذكر أمي بقعد يبكي كده. والله بتذكر الأيام الحلوة عشناها مع بعض كده. والله بيقعد يبكي كده ساعة ونص كده بس بكون قاعد كده. وإلا المحافظ بعد عليه بقول لي مالك مش شغل، قلت له بس أمي بتذكر أمي بس. انت والدتك أصلا في السودان؟ والدتي في السودان. يعني انت الوحيد اللي هنا في مصر ولا معاك حد؟ لا معايا أبويا وكم سودانيين كده، 3 ولا 4. بس انا كنت حاسك ان انت نفسك تفضفض او تحكي. لا احكي. صح؟ يعني انا احساسي صح؟ صح؟ حبيبي. حبيبي الراجل ده. تسلم يا اخويا. مصطفى؟ مصطفى أسهر من الجزيرة، من ولاية الجزيرة والمدن. حبيبي مصطفى. يا حبيبي. انا عايزك تروق، كل حاجة هتبقى تمام. لا يديك العافية. كل حاجة عايزك تضحك كده ضحكتك جميلة وكل. تسلم يا اخويا. ماشي. ايه متجوز؟ ماشي. لا مش متجوز. شكلك شقي. لا كنت شقي قوي يا اخويا. ماشي. يلا عشت. طب العروسة سودانية ولا تبقى مصرية؟ طبعا سودانية. سودانية؟ لو مصرية هتلبس دي لا مش هتنفع معايا كده. يعني سودانية. مشينا النهارده كتير يا جماعة. ايه ندخل نشرب حاجة ونظبط الدنيا. بسم الله. شوف هنا ايه اكتر حاجه معروض تجربه. ايه رايك تجرب الايس وايت موكا؟ ماشي. في بالكراميل ولا؟ ممكن اعمل لك ايس وايت موكا، او ممكن اعمل لك ايس كراميل مكان. تجرب وايت موكا النهارده؟ خليك بالايس وايت موكا. خليك في ده. طبعا كافيه اسمه ويزرد. الكافيه ده موجود على المشايه في المنصوره. المشايه دي يعتبر اغلب اهل المنصوره اللي بيعوز بيخرج يتمشى. طبعا المركبين اللي انتم شايفينهم دول يعتبر اغلب اهل المنصوره، يعني بينزلوا يقعدوا على المركبين دول. طبعا ده النيل زي ما انتم شايفين، وايت شوكليت واسبريسو ولبن. الجو في المنصوره النهارده مش ساقع، يعني الجو حلو النهارده طبيعي. والنهارده الشوارع زحمه، يعني تلاقي الكافيهات النهارده زحمه، الشوارع زحمه. فعشان ممكن الجو النهارده حلو عشان بيت راس السنه، عشان كده الناس تلاقيها في الشوارع وتلاقي الدنيا النهارده زحمه شويه. رمسيس يا جماعه هنا في المنصوره، فانا اتفاجئت بيه بصراحه.
فده بتاع المنصوره غير بتاع القاهره. كده وصلنا لنهايه جولتنا في مدينه المنصوره. بشكركم جدا جدا على دعم الفيديو اللي فات بتاع بورسعيد، واللي بيدعم فكره ان احنا نلف محافظات مصر ونظهر جمال مصر ما يبخلش عليا باللايك ولا الاشتراك ولا الكومنت عشان نوصل الفيديوهات دي لاكبر عدد من الناس. وكده اقدر اقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.